السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبيت اصبح او امس على احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا كلها. يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه رأيكم كده؟ احنا دخلنا بقى ايه على ليفل الوحش. ليفل الوحش ده اللي هو تطبيق الهدوم اللي لا بتخلص ولا بترحم. هي دايرة كده احنا فيها، تطبيق غسيل نشير. هو كده يوميا الحوار ده ثابت ما بتغيرش. مين اللي زي كده؟ اللي زي يكتب لي في التعليقات. انا اسمع ان في ناس مش بتغسل غير كل اسبوع مرة، كل اسبوعين، انما انا كل يوم بغسل زي ما انتم شايفين كده. انا قلت ابدأ معاكم روتين كده على الماشي، عشان من زمان ما عملتش معاكم روتين وانتوا بتحبوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت بقى ملمع الازاز كده وبدأت امسك الاسطح كده، كان عليها تراب، يعني تلمعة كده على الماشي، اللي هو بننضف بس تنظيفة مش عميقة قوي يعني. شغلت المكنسة. الأوضة زي ما انتم شايفين كده السراير متسوية، لأن عيالي ما بيناموش فيها، بيناموا على الركن. هتقولي لي ليه؟ هقول لكم والله مش عارفة. هما بيجي لهم فترة كده يقول لك احنا عايزين ننام هنا احسن، بيبقوا مبسوطين كده يعني، انما في الشتاء بيناموا في اوضتهم. مسكت بقى كده زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، شغلت المكنسة، ودي ما بتشتغلش دايما لان ما عادتش بتساعدني في احسن حاجة يعني. ان شاء الله بس هجيب واحدة غيرها. صلى على النبي كده حبايب قلبي. مسكت الأوضة كده، شفطتها ومسحت الباب بتاعها زي ما انتم شفتم. وهنا سيلة كانت مفضلة لي الحاجات بتاع الشتا دي، لوك لوك وحاجات بلبسها انا في الشتا يعني. عيناها في الدرج ده، كانت بتلعب فيه، طلعت الدرج وقاعدة مكان الدرج. وشدت الطرح بتاعتي دي من على الشماعة. وهنا كده حبايب قلبي المسقط ده جوه الأوضة، والجردل ده بتاع التكييف ملان اهو، بقاله كام يوم ما اتفضاش. كان في هنا شوية عنكبوت كده فقلت المه. طبعا حاطه السله دي بالجروف على طول هنا، بس الكيس يتملى باخد ارميه. فضيت الميه وحطيت ظبطت الجردل، لان احنا عاملين كده لان ملناش صرف ورا يا جماعه، ده في ظهر البيت مفيش صرف ورا. وكده دخلنا هنا كده على على المعركه التانية. مسحت برضو الكومودينو كده، همسح كل الاسطح زي ما انتم شايفين كده. اي حاجه قدامي اي اسطح هلمعها، تراب صراحه فظيع. وعشان انا بسيب دايما الشباك مفتوح عشان الاوضه دي بتبقى حر، الاوضه الوحيده اللي بتبقى عندي حر، لان وراها خلا ما وراهاش حاجه، انما كل الشقه وراها بيوت يعني وكده. التنفيضه الجميله للسرير، كنت لسه فرشه مفرش السرير ده فمش محتاج يتغير. وكمان طلعت مسحت كده السرير من فوق، وادي كمان الصوره. عايزه الحاجه تبقى فله شمعه منوره كده. يلا، قاعده مستنيه قومي يلا اتنشطي وشوفي وراكي ما تكسليش. مفيش حاجه هتعمل لوحدها، انت هتقومي هتعملي، مش هتعملي كل حاجه هتستناكي. ربنا يعيننا جميعا يا حبايب قلبي. والله ما في احلى من النظافه. وانا زيكم يعني ساعات بكسل مش بعمل حاجه، بس اللي هو شويه وبعد كده هعمل يعني، ما فيش حد هيعمل مكاني. كل حاجه كده المسحه السريعه. هي عارفين انتوا التراب الناعم اللي هو الهبو ده، هو ده بس هو ده الموجود. هنا كنت مطبقة الغسيل ده بقى هدومنا، حطها في الدولاب. ايوه كده كل حاجة تروح مكانها اول باول كده، تلاقي الدنيا رايقة معاكي ومفيش حاجة متكربسة عليكي. شفط كمان السجاد. ايوه كده شطورة. بحب دايما اجيب المكان ده كده عشان لو في اي حاجة واقعة. وفعلا لقيت ورقة بسكوت بمناديل واقعة في الجنب كده. انا بحب اعمل الاماكن اللي هي المستخبية دي، لان عارفة سيلا بنتي بتظبط الدنيا كده. هي والله الارضية كانت نظيفة، بس انا بحب اشفط بالمكنسة عشان التراب الناعم زي ما انتوا فاهمين.
والباب كمان اتمسح اهو برضو بملمع الازاز. انا كنت بعمل لكم باي باي، حطوا لايك بقى. هنا بقى طلعت على الجزء اللي بره من الصالة، برضو هشفط اول جزء كده بالمكنسة. هي عبارة عن 3 مراحل كده، دي واحدة ودي واحدة، يعني هناك سجادة وهنا سجادة، وقدام بقى شريطة طويلة كده 4 متر، واللي انا عندها دي 2 في 3، والتانية هي 2 في 3، بس انا جايبها اصغر عشان ان شاء الله لما البار يجي ويتحط فهتبقى دي كويسة يعني، بس هي تاخد 2 في 3. والمراية اللي كل يوم بتتمسح عشان سيلة بتبصمها، والمكتبة برضو كان فيها شوية تراب كده فقلت ايه اعملها بالمرة. انا بحب امسح بملمع الازاز، اي حاجة تلاقيني بلمع بيها من ده، بجيب كمية كمية اللهم بارك كده عشان تكفيني. والشاشة كمان اهو، حتى الشاشة دي كمان قعدت بتفصل كل شوية بتشتغل وبتفصل لوحدها. هنا حبيت اغير النظام بتاع الرصة بتاع التكيات، انا بحب الرصة التانية احسن، بس قلت ايه اهو تغيير بقى. وهنا لقيت كنز علي بابا يا جماعة، لقيت 4 جنيه ونص. 4 جنيه ونص مرة واحدة. هنا بقى عيالي ورا الكاميرا يقولوا له ايه دول بتوعي، ومحمد يقول لي لا بتوعنا. قلت له بص، هم ولا بتوعك ولا بتوع، هم بتوع سيلة واقعين منها هنا، عشان عندي سيلة بتحب تاخد الفضية ولها بوك صغنون كده بتعينهم فيها. ودي كمان نخش بقى على ايه، على ليفن الوحش اللي هو الكارثة بقى. الحاجة اللي انا شايفين المنظر، انتوا متخيلين انا بدخل هنا بيجيلي اكتئاب والله بجد. ما بحبش المطبخ ومهما اعمل فيه، عشان عارفين ليه. مش هقول لكم السبب، بس اسيب لكم انتوا الطلعه دي هتقولوا لي ايه السبب في التعليقات. هنا كنت قبل ما اعمل اي حاجه كنت مطلعه لحمه، ولعت عليها، قلت عشان هي تاخد وقت في الطبيخ فولعت عليها، قلت عم ايه اروق الشقه وكده. هنا بقى كنت بوضب الرشاقه بتاعه المعالق دي، لان سيلة بتطلع على الرخامه بتقلبها لي رأسا على عقبا كده. ممكن يوميا اعمل اللي انتوا شايفينه ده، كل ما تطلع تفضي وترمي وتشيل من هنا تحط هنا، وانا ارجع اعمل زي ما انتوا شايفين كده. يلا ربنا يا رب يهديهم ويرزق كل مشتاق يا رب الذرية الصالحة، اللهم امين، ويهدي اولادنا جميعا. ايوه كده. طبعا يا حبايب قلبي ده مش نظام مطبخي خالص، ولا انا بحب احط الحاجات في رشاقة كده، ولا ليا صفاية المعالق يعني، ولا كلام من الكلام ده خالص، بس عشان زي ما انتوا شايفين الوضع كده، يعني ايه منظمة الحياة على قد ما اقدر، وبقل ايه التكاليف. يعني دي كانت حاجات عندي اساسا ما بستخدمهاش فطلعتها وبدأت استخدمها عشان اهيئ الدنيا ان انا اعرف اتعامل. يعني 2.5 سنين بتعامل كده من غير مطبخ، فالله المستعان. هنا بقى كان عندي شوية اطباق كده، قلت اخدهم ايه معاكم كده على السريع، ونجعلها ده استغفار كده يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم يا رب واتوب اليه. وبصفي على الفوطة دي، وبعد كده بقى يتصفوا وينشفوا كويس برجع اشيل كل حاجة مكانها. واحدة بقى تقول لي طب بتصفي ليه يا بسمة، طب ما انت كده كده ما عندكيش مطبخ. يا جماعة انا اتعودت على كده، يعني عايزة اقول لكم حاجة، ان انا لما باجي اطبخ استعمل حاجة انا برضو بغسل الحاجات دي تاني بجد والله. يعني انا بغسلهم دلوقتي وما اجي استعملهم تلاقيني اغسل تاني. يلا الحمد لله على كل حال. هانت يا جماعة، عدى بيقولوا ايه، عدى الكتير ما بقى الا القليل. كل حاجة كده مسكتها خليتها فل شمعة منورة. يلا يا حلوة، لو عندك كده وعيتين في المطبخ، عندك اي حاجة ركناها من سايباها كده مش مكسلة عنها، قومي يلا بعد ما تشوفوا الفيديو ده
ومتشجعي، واغسلي اللي وراكي، عندك شوية غسيل طبقيهم، هتلاقي نفسيتك هدت كده وارتاحي. انا صراحة ما بحبش اقعد واسيب حاجة. شايفين ادي الحلة هعمل فيها البسلة فشطفتها مع اني لسه غسلاها، ودي برضو عشان هحط فيه البسلة واشطفها غسلته برضو. كل حاجة بغسلها قبل ما اعمل فيها. ده انا لو غسالة يا جماعة مش هعمل كده. لو غسالة بالكهرباء مش هغسل كل ده. ادي اللحمة هنا بقول لكم كانت استوت، والرز اهو متلدن، وهنا بقى كنت لسه هولع على البسلة دي اللي كانت فاضلة معايا يعني. كنت غسلت الرز ونقعته وكده، واللحمة كانت استوت، قلت بقى ايه اشوح شوية بسلة كده، اسيبها بقى تتلوح كده شوية، وبعدين ايه احط عليها مكعب مرق كده بيخليها ايه جميل، وهزودها برضو شرب. ومسكت بقى الكاتل كده، صراحة مش بعمله كده دايما، يعتبر كل اسبوع مرة كل اسبوعين بمسكه كده اديله دعكة حلوة. وما يكون فيه إيه حاجات اللي هي البيضة اللي جوه في الأرضية دي، بعمله بملح ليمون وكربوناته وبغلي بيها وبكبها، بتخليها ما شاء الله كويسة جدا. هغسله بقى كويس جدا وهشطفه وهملاه. دي مية طبيعية يا جماعة مش مية خزان، وما بشغلوش بقى، يعني بحطه كده تحت فوطة واسيبه يتصفى تماما. يعني كده كده احنا بالنهار ومش هيتعمل فيه شيء غير ان شاء الله اما ابو محمد يجي، يعني محدش هيستخدمه إلا لما يجي. فبسيبه يصفي اي بواقي مية فيه، عشان ما شغلوش يعني يحصل كهرباء او حاجة، بتغاضى اي حاجة من الحاجات دي. وكان هنا كان عندي كده كيلو جوافة كان باقي، كان ابو محمد جايبها لنا كده من كام يوم، العيال اكلوا اللي اكلوه، والباقي قلت تعالى اعمله عصير بدل ما يبوظوا. بقورها زي ما انتم شايفين كده. انا بحب الطريقه دي لان اساسا انا من النوع الناس اللي ما بتحبش اصلا تاكل الجوافه بالبذر بتاعها. بشيل القلب ده كده وبقشر معاها ليمونه. طبعا البواقي دي طبعا طالعه للطيور. اشطف بقى كده على السريع، مش هنسيب بقى حاجه ورانا، كل حاجه اول باول كده. هحط ميه برضو من الحنفيه، ادي السكر، وهقشر الليمونه. الليمونه دي ما بتخليهاش تسمر وبتديلها طعم حلو. يا سلام بقى لو عندك كوبايه لبن كده او علبه زبادي ساده، حطيها مع الجوافه تخليها في حته تانية، مش هتخليها تسمر. حتى لو باتت عندك في التلاجة مش هتخليها تسمر. جربيها ومش هتندم. هفرم بقى كل الكلام ده. انا بحبش ازود لها ميه ياما، بحبها تبقى تقيله مش خفيفه قوي. سكرها يبقى مظبوط زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. لو وصلت معايا لحد هنا تحط اللايك يا حلوه منك ليها. انا عبد الرحمن كان بزن، وغسلت الشفشق وفرمت بقى طماطم عشان البسله. فاكرين البسله؟ هي الطماطم دي عشان البسله. ايوه كده شايفين البسله استوت كده، والجزره وبقت ما شاء الله اللهم بارك. حط لها بقى بهارات، فلفل اسمر وكزبره وكمون. ظبطي ملحها بقى وسيبيها بقى تغلي كده مع نفسها. طماطم تتسبك، زودها كرن بين شوربه. هنا بقى مسكت بقى قلت الحوض ده بقى لازم اغسله غسله عميقه كده. هو طبعا بتغسل، بس الغسله العميقه دي بقى يعني كل يومين كده، يوم ويوم كده. انا بحب الرغاوي دي. وبسبب الرغاوي دي العبايه دي باظت، لان كنت حاطه في الميه دي نقطه كلور. فجت في الكم مبلول زي ما انتم شايفين كده، فبوظت. وانا كانت العبايه دي تعز عليا قوي، مع ان عندي غيرها كتير، بس كانت اقربهم الى قلبي. شايفين الجمال. الحاجه بقى تلاقيها بتلمع كده. انا مش عارفه ازاي انا ما حطيتش لهلوبه وانا بغسل الكلام ده.
اللهلوبة برضو بتدي لمعة للستانلس رهيبة، لمعة ونضافة كده، تحس بريحة نضافة. انا بتغسل يا جماعة مع المنظر ده، احب اكب كده ورغاوي، والدنيا بتبقى ايه، اللهم بارك. المنظر اساسا بيتكلم كده عن نفسه، لعشاق الرغاوي. شايفين بتلمع الرخامة، بتلمع مراية يا جماعة. يا سلام يا جماعة بقى لما المطبخ بتاعي يجي، والله ادعولي ادعولي كده ان شاء الله كده ايه على خير. كده انا كنت خلصت كل حاجة. نفض بقى الحافظة دي كده وهكنس. هو كان نضيف يعني ما كانش عايز يتمسح، انا بس يا دوبك لميت عزكم الله اي هري كده في الارضية. وطول ما انا فرشه الحافظه كل ده ما بانش، لان الحافظه فيها نقط كده فما بيبانش عليها الا ما اجي انفضها زي ما انتوا شايفين كده اهو. شايفين هما شويه تراب ناعم صغننين كده مع هرديه شيبسي مش عارفه ايه. هلم بقى ده كله، والواد بودي هياخد عزكم الله الزباله يرميها. شطوره. ايه رايكم كده يا بنات؟ انا زي ما قلت لكم كده ما مسحتش لان الارضيه كانت نظيفه مش محتاجه ان هي تتمسح. وانا صراحه كنت بصوا مش هكدب عليكم، كنت هبطت خالص وفصلت يعني ما كنتش قادره. قلت عادي هو كده كده ايه يعني انا بمسحه دايما، فيلا مش مهم النهارده. شايفين والله من اقل حاجه بيروق ومن اقل حاجه بتاكل. شايفين اللهم بارك. كنت غسلت البوتاجاز كمان، كل حاجه مكانها. حبايب قلبي لو وصلتوا معايا لحد هنا حط لايك عشان الغدا الجميل ده. كده جهزت غدانا، تعالوا بقى اتفضلوا معانا والف هنا وشفا يا رب. متنسيش تحط لايك وتشتركي في القناه عشان يوصلك زغروطه من قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد، وكل حياتنا ان شاء الله جديد في جديد.